صديقتها اول وحده كتطعنها في ظهرها، اول وحده كتدي لها راجلها كتقول لك سرقات لي راجلي. شنو السبب اللي كيخليها دير هاد الحوايج هادي؟ شنو اللي كيخليها يكون عندها هاد الدوافع باش دير هاد السلوكات هادي؟ باش طعنك واخا انتي اول وحده مدات لها ايدها واول وحده كانت في جنبها في اوقات الشده. كيف كنعرفوا ان بعض النساء كتكون عندهم علاقات عميقه مع الصديقات ديالهم، كتكون هي سرها وهي خزائن اسرارها كامله. اوقات ضعفة كتكون معاها فيها، اوقات الشده كتكون معاها فيها، وحتى في اوقات الفرح كتبغي تشاركها الفرحه ديالها. اليوم ان شاء الله غادي نحلوا عقليه المراه والدوافع اللي كتخليها تاذيك بلا ما تشعر، والحوايج اللي كيخليوها انها تبغي ديك الحاجه اللي عندك واخا تكون راجلك. قبل ما نبداو ان شاء الله نبداو كلامنا الصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك عليه. قبل ما نبداو وغادي نحاولوا نفهموا كيفاش دايره العلاقه ديالك مع الصديقه ديالك. واش هي علاقه طبيعيه ولا فاتت الطبيعه اللي هي خلاتك انك تنسي راسك تركزي فقط على صديقتك وعلى علاقتك بها؟ اول حاجه كديرها هاد السيده هادي ملي انتي كتربطي معاها العلاقه كتولي هي كتشوفك انك ديالها، وحتى انتي كتبداي تباني لها انك ملك ديالها بلا ما تشعري. كتكون هاد العلاقه هي ديال الملكيه، وكتقولك صاحبتي اذا ديالي، يعني الوقت اللي نكون محتاجاها خاصها تكون، الوقت اللي بغيتها تكون حاضره معايا. كتولي علاقتك بها اعمق من علاقتك بالزوج ديالك ولا حتى بالاولاد ديالك، لان هي كتكون كتشارك معك شي حوايج اللي انتي ما كتشاركيهم مع حتى شي واحد. كتكوني حتى نفسك ما كتقدريش تكلمي معاها، وكتمشي تكلمي معاها هي، وكتمشي تعاودي ليها، وكتمشي تربطي معاها علاقه اعمق من العلاقه ديالك بنفسك. غنحلوا العقليه ديالها وغنبداو نفهموا علاش هي كتصرف بهذا الشكل هذا. ملي هي كتجي لعندك وكتشوف عندك شي حاجه زوينه وكتقول لك بغيتها، سلفيها ليا ولا عطيها ليا، ونمشي كتعطيها ليها وكتسلفيها ليها. هنا كتعطيها انك انتي ديالها، كلشي ديالها، اي حاجه ديالك انتي فهي ديالها، بحال عندي بحال عندك. وكتبدا هاد العباره ديال بحال عندي بحال عندك، حاجتك ديالي وحاجتي ديالك. تقدري تبادلي انت وياها اللباس، تقدر تسلفك شي حاجه مثلا على مقاسها هي تعطيها لك انت، تقدر مثلا الا بلاتي صباط تقول لك عطيه ليا نقدر نلبسو غير هنا ونرجعو ليك. تقدر مثلا شافت عندك شي حاجه، شي ساعه، شي هذا، شي صاك كيف كنقولوا حنا، تقولك عافاك خليه ليا اليوم مثلا غدا نجيبو ليك. وكتبقى ديك العلاقه هكا ما بين التبادل وما بين. كنعرف واحد السيده كانت كتساعد الصديقه ديالها بحكم انها ماديا ما فحالهاش، دونك هي كتعطيها حتى الفلوس. يعني في بعض الاوقات اللي هي كتكون محتاجه كتعطيها الفلوس، اي وقت هي محتاجه كتجي كتاخذ من عندها. شي حاجه مثلا ما عجباتهاش كتغيرها ليها، مثلا شرات شي حاجه ما هياش، هي كتمشي كتبدلها لها وكتوقف معاها في اوقات ديال الشده ديالها وكتخدمها وكتحاول انها تكون معاها صديقه وفيه وخدومه في نفس الوقت. هذيك السيده اول ما دارت بان لا غير راجلها، والحل اللي لقاتو هو انها تلجا حتى لراجلها وطلب منه مساعده، وبالتالي تكونات هذيك العلاقه ديالها ما بينها وما بين الزوج ديال الصديق ديالها بطريقه اللي هي سهله. هي ملي كتجي كتمشي كيجي راجلها كتبدا تحكي له عليها، صاحبتي دارت، صاحبتي غادا تدير، صاحبتي انا غندير معاها، صاحبتي واحد المره مزيانه، صاحبتي ها فيها. وكتبدا بعض المرات كتعاود لراجلها حتى على التفاصيل الدقيقه ديال صاحبتها، شي حوايج اللي هو اصلا ما عارفهمش كتولي هي كتعرفهم ليه. كذلك صديقتها
ملي كتجي كتبدا تحكي ليها اليوميات ديالها، شنو دارها راجلها اليوم، شنو غيدير ليها مثلا في العشيه، شنو الكادو اللي جاب ليها، شنو الخرجه اللي خرج معاها، لدرجه كتوصل معاها حتى العلاقه الحميميه مع راجلها كتبدا تعطيها ليها، كتبدا تقول لها ها كيفاش دايره، ها كيفاش دايره، ها كيفاش غتكون، ها كيفاش دازت. بالتالي الصديقه ديالها كتولي عارفه عليها كلشي، ماشي غير عارفه كلشي، عارفه حتى على الزوج ديالها كلشي. كاينه اللي كتدخلها حتى لغرفه النوم توريها شي حوايج عندها، وهي عوض ما غادا تشوف هاد الحوايج هادي كتبدا تركز بالتخيلات ديالها على علاقتها بالزوج ديالها، كتبدا تفكر، كتبدا تتخيل، كتبدا تقول لو كنت انا مكانها ها غندير وها غندير ها غندير، لو كنت انا بلاصتها ها شنو كنت غندير، ها شنو كنت غندير، ها شنو كنت غندير. بالتالي كتبغي حتى هي تفرض راسها على الصديقه ديالها، وكتبدا ديك المنافسه والغيره بيناتهم. دونك اول نقطه غنتكلموا عليها دابا في تحليل عقليه هاد المراه هادي هي التنافس والغيره. علاش هي وعلاش انا لا، علاش هي نعم وعلاش انا لا، علاش هي تعيش هاد الحوايج وعلاش انا ما نعيشهمش. كتبدا تقارن، واخا كيكونوا شي حوايج عندها هي، ربما تقدر تكون الصديقه ديالها مزوجه عندها راجلها، ولكن كيبداو يبانوا لها شي حوايج اللي كاينين عند صاحبتها اللي ما عندهاش هي. دونك كتبدا ديك المنافسه الخفيه، وتبدا ديك الغيره الخفيه بطريقه اللي هي عاديه وتلقائيه. طبيعتنا البشريه هكا دايره، ديما كنقلبوا على النقائص اللي فينا كتكون عند ناس اخرين زايده عندهم. دونك كتبدا تركز حتى هي على هاد الحوايج هادي. فاول ما انت كيوقع لك مشكل بينك وبين راجلك وكتمشي لعندها وكتقوليهم ليها، كتبدا تنصحك هي، كتبدا تقول لك انت حماره كاش عليك ديري هكا، انت حماره اللي ما درتيش لي هكا، ها خاصك ديري وها خاصك ديري وها خاصك ديري. لو كنت انا مكانك، لو كنت انا بلاصتك ها غندير لي وها غندير لي وها غندير لي. دونك صاحبتها كتبدا تعطيها نصائح انطلاقا من نفسها هي. دونك لو كانت هي مكانها ها كانت غدير وها كانت غدير وها كانت غدير. هنا كاينه واحد اللغه خفيه ما كتحس بيها هاد السيده هادي، دونك ما كتفهمهاش انطلاقا من الهضره ديال الصديقه ديالك على انها تفهم ان صاحبتها كتقولها لو كنت انا مكانك، يعني ما كرهاش تكون بلاصتك. دونك من هنا كتفهمي ديك الرساله بعدا انت ما كديرش في كلامها. دونك كتعتبر ان الصديقه ديالك كتنصحك، من بعد اشنو كدير؟ كتقول هادي ما كتفهمش، هادي ما عندهاش العقل اللي تفكر به، هادي ما عرفتش راجلها، دونك انا خاصني نوريها هادشي تطبيق. فانتي ملي كتبداي تحكي لها هاد الحوايج هادي وهي كتبدا تنصحك وكتبدا تقول لك هاد الحوايج هادو كانها كتشوف راسها مكانك، كانها ما كراهاش تكون بلاصتك، وكتبدا تقول لك هاد الحوايج هادي انا خاصك ديري وخاصك ديري، ولو كان درتي ولو كان انا كنت مكانك. هنا غتفهمي ان هاد اللغه هادي ماشي نورمال، هادي لغه ديال شي حاجه فيها مقارنه، انها هي كتحاول انها تميز نفسها عليك، وانها تبين راسها عليك، وانها تبين انها هي افضل منك، وانها قادره تتعامل مع الزوج ديالك، ولكن انت ما كتنتبهيش. بالتالي شنو كدير؟ كتبغي تبين لك هادشي تطبيق يعني كتبغي تطبق هادشي هي بنفسها باش انت تفهمي الدرس، لان هي ما تقول لك ديري وديري وديري وانت ما بغيتيش، وانت كتقولها لا ما نقدرش، لا ها كيفاش، لا علاش. شنو كدير هي؟ كتقول هادي ما عرفتش كيفاش انا غنوريها انني انا نقدر على راجلها، وانني غنعرف احسن منها، وانني غنعرف نتعامل معاه اكثر منها هي. فاول ما كدير كتبدا تقرب للزوج ديالك، كتبدا دير شي حيل، كتبدا دير شي اساليب باش تجرو لعندها، باش تثبت لك ان هي عرفت ليه وانك انتي ما عرفتيش ليه، وانك انتي ما كتفهميش، وانك انتي ما باغاش تسمعي ليها النصائح ديالها، فبالتالي خصها توريه لك على ارض الواقع. دونك النقطه الاولى اللي دوينا فيها اللي كتخلي المراه كدير هاد السلوكات هادي هي التنافس والغيره.
دونك ضروري كتكوني عايشه واحد المنافسه خفيه مع الصديقه ديالك، وكتكون الغيره ضروريه ما بين الصديقات. هذه طبيعه بشريه ما بين جميع النساء. النقطه الثانيه كتكون شي حاجه سميتها حدود. العلاقه ديال الصداقه خاصها تكون فيها حدود. ملي ما كتكونش الحدود كيكون ضعف ديال الحدود، ما كاينينش واحد المبادئ في العلاقه وما كاينش وضوح، هنا كتولي في تجاوز الحدود. وملي هي كتجاوز حدودها معاك، فبالتالي انتظري اي حاجه تكون منها، انتظري انها تجاوزك وتنقصك وتمشي لراجلك بكل سهوله وبكل سلاسه، لانك انتي اللي ما وضعتيش الحدود، لانك انتي اللي من البدايه عطيتيها راجلك على طبق من ذهب. يعني هذوك الحوايج اللي ربما ما عارفاهمش عليه، وكان واحد الاحترام، وكان هذاك السيد كيبان لا يعني غير من برا، دابا راه ولات عارفاه وعارفاه من الداخل، وعارفه عقليته كي دايره، وعارفه شنو اللي كيقلقو، شنو اللي كيفرحو، شنو اللي كيعجبو، شنو اللي ما كيعجبوش، وكيفاش كيتصرف، وشنو اللي خاصو يدير معاه باش هي انا تمكن منه انا تملكو. فبالتالي كتسهلي عليها طبق المؤامره ديالها. النقطه الثالثه هي الانكار وتقليل الخطا. دونك هي ما كتعتبرش هادشي خيانه، هي كتعتبر غير انك انتي ما عرفتيش راجلك، ما عرفتيش تعاملي معاه، ولكن هي اللي غتعرف تتعامل معاه بدون احساس بالذنب. دونك كتبدا هي تريح ضميرها، كتبدا تقول انا ما كنخونش، انا ماشي خائنه، انا فقط كنعيش هذوك الحوايج اللي هي ما عارفاش تعيشهم. دونك انا غير اعجاب، انا غير عجبني راجلها، انا غير حبيته، انا غير، وهي اصلا ديما كتعطيني حاجه، هي اصلا من لبسها كتعطيهم ليا، هي اصلا فلوسها كتعطيهم ليا، فشنو المشكل انها تعطيني راجلها؟ دونك انا وياها كنتشاركو كلشي، كنخرج انا وياها كنشاركو لحظات زوينه وكنشاركو لحظات الخيبه، فشنو المشكل اننا نكونوا حنا بجوجنا عندنا راجل واحد؟ وغالبا العقليه ديال الصديقات كتكون هكا، كيكونوا كيحلموا انهم يكونوا مرتبطات في كل شيء، ساكنين حدا بعضياتهم، عندهم نفس السياره، وكاين بعض الصديقات اللي كتكون عندها نفس اللبسه كتقول كنلبس انا وياها بحال بحال، نخرج انا وياها لنفس البلاصه، نديروا الديور ديالنا حدا بعضياتنا. كاينه هاد العقليه كتكون يعني ما كرهوش انهم ربما انهم يتزوجوا براجل واحد، ممكن يكون شي حوايج اللي هي مشاركاهم بزوج، فهي كتعطي لنفسها الحق انها دير هاد الشيء، انا كتشوف انا كنتي ديالها وكل شيء ديالك فهو ديالها، دونك حتى راجلك راه حتى هو ديالها. دونك غنحاولوا نحلوا العقليه من هذا الجانب هذا اللي هو تقليل الخطا. يعني هي ما كتشوفش هادشي خطا، هي كتشوفه حق من حقوقها، لانك كنتي عطيتيها الحق في انها دير كل شيء معاك انت وتشارك معاك كل شيء، فكيجيها ساهل انها تشارك معاك حتى الزوج ديالك. من بعد كتجي النقطه الرابعه اللي هي التبرير الداخلي، دونك كتبدا تعطي مبررات داخليه لنفسها. ملي كيجي هاد الضمير وكيفيق عليها وكيبدا يقول لها علاش درتي هادشي وما كتديريها في الصديقه ديالك، ودابا انت غداره وانت مزياناش، اول حاجه كتبدا ديرها كتبدا تقول انا ماليا والو، انا فقط خديت الاهتمام منه وهو اللي بدا ماشي انا. وكانت بيناتنا واحد المشاعر، كتبدا تلصقها في المشاعر، كتبدا تلصقها في الاحاسيس، وانه هو اللي بدا، وانه هو لو كان باغيها ما كانش غادي يمشي معاها، وانه هو اللي مبقاش باغيها وكان غيمشي مع واحده اخرى، وبيناتهم مشاكل. كتبدا تعطي مبررات واعذار لهادوك الحوايج هادو اللي خلاوها دير هادشي، كتقول لو كان ما مشاش معايا انا غيمشي مع واحده اخرى. دونك كتعطي راسها مبررات باش تمسح فيهم هاد الحوايج هادو اللي دارتهم معاك. بالتالي اول ما انت غادي تنوضي تواجهيها فغتقول لك الزوج ديالك كان غيخونك، لا ما خانكش معايا انا، فراه غيخونك مع واحده اخرى، وانت عارفه انك بينك وبينه مشاكل. دونك كتبدا تجبد عليك مشاكل اللي بينك وبينه، يعني كنتي اللي عاودتيهم ليها، يعني كنتي اللي عطيتيها اسرارك واسرار البيس ديالك. النقطه الخامسه هي النقص الداخلي. ملي كتكون هاد الصديقه ديالك عندها نقص، عندها فراغ عاطفي، ولو تكون مزوجه، يعني كاين صديقات اللي كيكونوا مزوجات وكيطيحوا في خطا في النقطه هذه، لان كيعجبها
راجل الصديقه ديالها ولو انها متزوجه. دونك ملي كيولي عندها هي فراغ عاطفي، ما يعيشش مزيان مع راجلها، يحسس بالنقص، كتقلب على الاهتمام باي طريقه واخا تكون غلط، فهنا كتسمح لنفسها انها دير هذا الشيء. هذا النقص هذا الداخلي اللي فيها، اللي ميمكنش تعوضو شي حاجه ولو تاخذ الزوج ديال الصديقه ديالها، فراه اكيد ما غاديش تملؤوا هاد العلاقه هذه نهائيا. ولكن هي شنو غادا دير؟ غادا تثبت لنفسها انها نشاط راس، انها حققت انجاز، كأن هي راه كدير واحد الانجاز وحاولت انها تعوض هذاك الفراغ العاطفي. ما طالعاش انا عايشه فراغ، دونك انتي خاصك تعيشي هذا الفراغ. انتي صديقتي انا عايشه فراغ، دونك انتي خصك تكوني بحالي. ما يمكنش صديقتي تفوتني في شي حاجه، وما يمكنش صديقتي تعيش السعاده مع راجلها وانا ما عيشهاش. دونك هكا كتبقى تحاور مع نفسها، كتحاور مع الداخل ديالها، وكتبدا تعطي لنفسها مبررات باش انها تبقى مكمله في هادشي هذا اللي دارت. هادشي هذا اكيد ما كيخليناش نلتمسوا الاعذار لهاد الصديقه هذه اللي كتصرف هكا، اكيد. ولكن هادشي انا كنقولوا لكم باش تدخلوا العقليه ديالها وتحاولوا تفهموا الدوافع اللي كيخليوها دير هادشي باش تعرفوا تتعاملوا من بعد. الصديقات ما كندخلهمش لغرف النوم ديالنا، ما كندخلهمش البيوت ديالنا ويعرفوا اسرارنا ويعرفوا كل شيء علينا، خصوصا اللي كانت المراه متزوجه. حنا عارفين كاينه الحدود. دونك ملي انتي كترسمي واحد الحدود ديالك في العلاقه، فاكيد كتحاولي انك تدفعي داك الادم ما امكن. دونك صديقتك ملي كتشوفك انتي كتعاملي معاها على برا، ممكن تخرجي معاها، ممكن تبقاو تتكلموا في اي حاجه، ولكن ماشي ضروري غتكلمي معاها في العلاقه الحميميه ديالك بينك وبين راجلك. ماشي ضروري غتكلمي معاها في الحوايج اللي انت كديريهم في دارك بشكل يومي، حتى خصوصياتك كتعطيهم ليها. كان شي مشكل بينك وبين الزوج ديالك، فكاينين اهل الاختصاص، كاينين لي كوتش، كاينين اخصائيين نفسيين، كاينين اخصائيين في العلاقات. دونك نحاول نتكلم مع اهل الاختصاص. ماشي ضروري صديقتك ما غتحلش لك المشكل، صديقتك كتبقى علاقتك بها خارج علاقتك الزوجيه، خارج البيت ديالك، خارج حياتك الخاصه. دونك تكون عندك علاقات. حنا ماشي ضد الصديقات، ماشي ضد انك تكون عندك صديقه ديالك. انا كاينه كتقول انا صاحبتي، انا صديقتي، انا وياها عايشين مزيان بخير، عندنا واحد سنوات ديال العلاقه، 20 عام 30 عام، كتقول انا صاحبتي من الصغر، ما يمكنش انني نتفارق عليها، ما كيهمهاش. واخا علاقتها براجلها تخسر، وكيجي راجلها مثلا كيقول لها انت ما عطينيش وقت، ما عطينيش اهميه، عاطيه الوقت فقط للصديقات كتخرجي معاهم، هي ما يمكنش ليها تحبس هاد العلاقات هادي ولا دير فيهم حدود ولا غير تخفف منهم، وكتولي في مشاكل مع الزوج ديالها بسبب صديقه ديالها. دونك كنحاولوا ما امكن اننا نفهموا هاد الحوايج هادي، كل حاجه نحطوها بلاصتها. دونك ماشي علاقتك بصديقتك غادا تكون اهم من علاقتك بزوجك ولا علاقتك بالابناء ديالك، كل حاجه في بلاصه. وملي انت كتبالغي وكتبداي ديري شي حوايج اللي هما ما هماش، كتفضلي علاقتك بصديقتك على علاقتك بزوجك، وكديري ديري شي حوايج اللي هما مبالغين، فهنا فين كتاكلي العصا، فهنا كتجي هذيك الدقه اللي غادا تفيقك. كنتمنى ان شاء الله نكون وصلت لك الرساله وفهمتي النقطه المهمه في هذا الشيء هذا، وشنو اللي خلى الصديقه انها يعجبها صديقته، وانها تقول هو اللي غادي ناخذ، هو اللي عجبني، وهو كل شيء في الدنيا، لانك كنتي اللي عطيتيه له على طبق من ذهب، لانك كنتي قلتي له خذيه، ولانه هو راجلك، ماشي لانه هو فيه شي حاجه مميزه، ولكن لانه فقط هو زوجك، فهي خدات الحق كامل انها دير ما بغات فيه، لانه انتي اللي متاحه وانتي اللي مفتوحه وانتي اللي اي حاجه ديالتك فهي في يديها. فهادي ما تستغربيش، ما يبقاش فيك الحال، وما تخلعيش، وما تطيحيش في ديبرسيون، لان كلشي هادشي غادي بشكل اللي هو سلس، وما كايناش شي حاجه كتجي غير هكاك، ما كاينش شي ريح كتجي غير هكا الا انت فتحتي الباب لهداك الريح. دونك حاولي ما امكن تسدي الباب وتستراحي
وما تخليش الباب اللي يجيك منه الريح، حاولي ما امكن انك تسديه. كنتمنى ان شاء الله نكون وصلت لك الرساله، ونكون حاولت ما امكن نقرب لك الصوره، ما تبقايش مدهوشه، لان ما كاينش شي حاجه كتجي غير هكاك، ما كاينش شي حاجه كتجي غير من السما وكطيح علينا الا وحنا عندنا دور فيها، الا وحنا سبب فيها. كل حاجه عندها سبب، والحياه فيها قانون هو ديال السببيه. فاي حاجه ديما نرجعوا للانفس ديالنا ونقولوا اكيد عندنا نصيب فيها، واكيد حنا السبب 100%، ماشي فقط 50%. انتي اللي مسؤوله على حياتك، وانتي اللي مسيطره على حياتك، وما كايناش شي حاجه كتجيك غير من الفوق. حنا قادرين اننا نتحكموا في حياتنا، وقادرين نتحكموا في سلوكاتنا، وقادرين نتحكموا حتى في الدائره ديالنا، وفي الناس اللي دايرين بينا، وفي علاقاتنا كلها. فما نبقاوش نلعبوا دور الضحيه، ونبقاو دائما نعيشوا غير في هذاك الدور ديال داروا ليا، فعلوا ليا، تركوا ليا. ولكن تعرفي انك انتي المسؤوله على هادشي كامل، وانتي اللي قادره تحلي هاد المشاكل هادي، وانتي اللي قادره تنجي راسك من هاد المشاكل هادي. كنتمنى انك تكوني فهمتيني وخليت لك الراحه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.